السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل اكبر صينية جلاش ممكن تعمليها محشية. ده 3 لفات من الجلاش، كل لفة من دولت نص كيلو. الصينية اللي عندي هتاخد كيلو ونص من الجلاش. انت على حسب الصينية اللي عندك، ممكن تعملي نص، ممكن تعملي كيلو، ممكن تعملي كيلو ونص، وفي صواني كبيرة ممكن تعملي 2 كيلو كمان. بس احنا النهاردة هنعمل صينية جلاش كده تشرفك في العزايم. تعمليها كده في اي مناسبة عندك، بتطلع معاكي 10/10 مظبوطة، ما فيهاش ولا غلطة ولا تركاية واحدة من اللي هنقولها. لو عملتيها الى كل التركات اسفة، لو عملتيها كلها هتبقى معاكي صينية مظبوطة بإذن الله. انا هطلع معايا كده يعني ايه، مش لازم بقى ورقتين وثلاثة، لا، اي كمية من الورق هتطلعي كده وتحط في الصينية. يعني مثلا كل 3 4 ورقات ممكن تنزلي، مش لازم ورقتين بورقتين. تمام كده. هعمل يعني ايه، هملى الصينيه بتاعتي كده من الجلاش. وطبعا معايا برضو يعني ايه، خليط برضو من السمنه على الزبده على الزيت، او زي ما اللي يريحك. الخليط اللي معايا بس عباره عن زبده فقط لا غير. انت زي ما انت حابه حطي اللي انت بتحبيه في الاكل وبتستطعميه حطيه. تمام كده. بتجيبي بقى الصينيه المدوره، ساعه ما بتحطي الجلاش معاكي للصينيه ويبقى فيه زياده معاكي كده، انت ممكن تتني الاطرف بتاعه الجلاش زي ما انا تنتها كده. مش لازم بقى تكون على حرف الصينيه او تحطيها في النص، لا، بتدخليها معاكي لحرف الصينيه وبتتني الطرف عادي لجوه، ما بيحصلش اي حاجه. معايا زي ما قلت انا معايا ديت الخليط بتاعي زبده فقط لا غير. لو حابه تحط زي ما قلنا سمنه زيت زبده، الخليط التلاتة على بعض، اللي يعجبك واللي يريحك في العمايل اعمليه. بصراحة النتيجة ديت برضو حلوة. وان تحط الجلاش كله مرة واحدة، وتقوم حاطة بقى بيكنج باودر وزيت وسمنة ولبن وتحط كله وتقوم ساقياه كده، شغالة وكده شغالة. انا جربت ده وجربت ده وجربت ده كم مرة، وده جربت ده كمان كم مرة. بس النتيجة الاصح بصراحة، واللي تعمليها تشرفك كده في اي عزومة واي مناسبة وقدام اولادك، هي انك تسقسقي الجلاش كل كام ورقة كده، تقومي مسقسقة الجلاش بتاعك علشان يطلع معاكي بسم الله ما شاء الله. مش حكاية مورق، كمان بيبقى طعمه حلو بصراحة يعني، وبيبقى مستوي وطايب زيادة عن اللازم زي ما بيقولوا. معايا بقى اللحمه بتاعتي المفرومه ديت. عايزه اقول لكم ان اللحمه ديت عباره عن بط اصلا، مش لحمه جزاره ولا حاجه. انا كان عندي دكر بط والاولاد مش بياكلوه. اخدت الصدرين بتاعهم فرمتهم كده مع طرد بصل، 4 بصلات، وقرنين فلفل، وقرنين فلفل احمر حراقين طبعا، شطه حراقه، وفرمتهم كده وحطيت كده زي ما انتم شايفين الجنب اللي انا هقدم منه في الاكل. اللي انا حطيت فيه اللحمه الجنب الفاضي ده. انا عندي بنت بصراحه ما بتحبش الجلاش يكون محشي، عايزاه يكون ساده. وهي اغلب فيديوهاتي اما كنت بعمل الجلاش الساده، عشان هم الاولاد عندي بيحبوا جلاش بصراحه يكون ساده. فانا سبت جنب كده خالي، علشان يعني ايه، بدل ما اعمل صينيتين استغلت الاتنين في صينيه واحده. هعمل بقى زي ما انتوا حطيت بقى، انا كنت حطيت لفة ونص من الجلاش. انت زي ما قلت لو انت عندك كيلو ممكن تعملي نص لفة وترجعي تحطي الحشوة بتاعتك، وتحطي بعد كده اللفة التانية على حسب الصينية اللي عندك. انا عندي الصينية اللي عندي كبيرة، علشان كده حطيت على قد الكمية اللي عندي كيلو ونص، حطيت لفة ونص من الجلاش. وبدأت ان انا ايه اغطي بقى كده الجلاش زي ما قلت. كان بيطلع معايا زي ما تطلع، مش لازما ورقتين، كل مثلا 4 ورقات، وساعات كان بيبقى 5 ورقات، مش لازما يعني. وتبدأي بقى ايه تسقسقي، ما تمسحيش عشان الجلاش ما يلمش معاك، سقسقي بس كده بالفرشة بتاعتك او بالمعلقة، علشان يبقى مورق ويبقى طعمه حلو كده ويبقى بصراحة بيبقى يعني حاجة كده في منتهى الجمال. ونسيت اقولك برضو لو حابة تحطي، انا كنت حابة احط بصراحة، بس الاولاد قالوا لا خليها تبقى على الوش، رشه من الجبنه على اللحمه المفرومه. لو حابه تحطي رشه جبنه كده، اي جبن عندك مبشوره تحطها عندك على اللحمه المبشوره، بتدي طعم وبتدي تماسك كده معاكي كمان للحمه. ده لو انت حابه تحطي، مش حابه تحطي خلاص يعني. احنا في زمن الموجود حطيه، مش موجود خلاص. انا كان موجود حاجه بسيطه بصراحه هنستغلها ونحطها على الوش. زي ما انتم شايفين كده بكمل بقى الجلاش بتاعي، بحط كده زي ما انتم شايفين. وزي برضو حابه اقول لي برضو يعني الجلاش لما بيبقى ساده
طعمه ما بيفرقش كتير عن اللي هو المحشي. المحشي طبعا اللحمه بتدي طعم وكل حاجه، بس انا ما اعرفش الاولاد عندي بيستطعموا الجلاش الساده، وانا كمان بستطعم الجلاش الساده الاخر على طول بعمل جلاش ساده. هنا بقى احنا هنبدأ نعمل زي ما انتوا شايفين كده، بطلع الجلاش معايا على حرف الصينية كده، قيمة يعني صباعك كامل كده. ليه؟ علشان هتنزلي بقى ايه الاطرف بتاعت من جوه، هتدخلي زي ما بقول كده بتدككيها من جوه، علشان يبقى الصينيه بتاعتك مساويه وما فيهاش ايه حته عاليه وحته واطيه. لا، هتبداي بقى زي ما انت شايفه كده وتلف الصينيه معاكي داير داير. هتشيلي بالراحه الجلاش اللي انت بتعمليه كده وتدخلي، ما بيفرقش خالص خالص لما بيطيب، ما بيبقاش فيه كلاكيع ولا في اي حاجه. بتدخلي والسكينه كده بالراحه خالص، وبتلاقي الصينيه معاكي انظبطت وبقت زي الفل ومتساويه وما فيهاش اي مشاكل. هنبدأ بقى نجيب هجيب بقى كزلك سكينة حامية. لازم أن تكون السكينة بتاعتك تكون حامية شوية علشان تقطع معاكي بسهولة، لأن بصراحة كل خطوات الجلاش حلوة وسهلة وبسيطة. هو العيب وبرضه تقطيعه سهل وبسيط، بس العيب بس لما بتسقيه بتبص تلاقيه ايه ان هو يعني جه لبعضه شوية. ده بتفرق معاكي بقى ايه لما يخش الفرن ويطلع، ساعة ما يشم النار كده وتحس ان هو خد مثلا قيمة 7 8 دقايق، تقوم مطلعة الصينية وعايدة عليه تاني تخريط كده عشان تعرفي تطلعي الخرطة بخرطتها. هبدأ بقى التخريط ده بقى زي ما يرجع لك انت. افضل ان انت لما تيجي تخرطي الجلاش انه يكون كازلك ومشرشر عشان يقطع، ويكون حامي طبعا عشان يقطع معاكي بكل سهوله وما يتعبكيش كده في التقطيع. لان بصراحه زي ما قلت يعني هي خطوه هي تخريطه سهل وكل حاجه، بس ساعه الزقيه بتبص تلاقيه بيروح على بعضه التقطيع، لان الجلاش رايق جدا زياده عن اللازم، فبالتالي بتبص تلاقي الفراغات بتروح على بعضها. معايا بقى 3 كوبايات من اللبن، كوبايات من بتاعه الشاي، بصراحه انا مش معبره بس تقريبا. ومعايا ده كان بيكنج باودر كان مفتوح يعني تقريبا نصه. ومعايا مكعبين من مرق الدجاج، ومش حاطين بقى ملح ولا اي حاجة خالص. انا كفاية مكعبات مرق الدجاج ديت 2 على حسب كمية الصينية، ممكن تحط 2 3 زي ما تحبي. ولو انت حابة برضو تحطي فلفل وبهارات اللي متاح عندك وحابة تحطيه حطيه، بس مكعبات المرق الدجاج ديت بتبقى يعني فيها فيها بهارات وفيها فلفل وفيها كل حاجة، بلاش نزود من تطعيمة الحاجة زيادة عن اللازم. عندي بقى رشه من الزبده على الوش كده، برضو مستبعده، لو حابه تحطي حطي، مش حابه براحتك، بس انا كان عندي بصراحه متواجده يعني فقلت احط رشه من الزبده على الوش كده، بتدي برضو لون حلو للجلاش. لو ما انتش حابه تحطيها براحتك برضو، بس زي ما قلت هي كانت متوفره. وانزل برشه الخليط اللي احنا عملناه اللبن على المكعبات على النص باكو من البيكنج باودر. لو ما عندكيش لبن وحابه تحطي شوربه برضو براحتك يعني، فاهمه؟ وعلى فكرة الصينية ديت ممكن كانت تاخد معاكي كيلو، 3 كوبايات ممكن يبقوا 4 كوبايات من اللبن. بس انا يعني ايه قلت الصاج اللحمه ده بيسقي برضو وبيطيب الجلاش معانا، فاهمين قصدي؟ يعني برضو مهما يكون بيبقى فيه سايل شويه فيه فبيسوي الجلاش، عشان كده قللت من اللبن. معايا بقى رشه من الجبنه برضو ديت حابه تستبعديها براحتك. انا كنت حابه احطها على اللحمه، بس الاولاد قالوا لي ايه وهم بيصوروني كده خليها على الوش احسن، بتدي برضو ايه شكل حلو للجلاش. هدخله بقى الفرن. طبعا هو بياخد نار عاليه مش نار بطيئه خالص، بس صينيه زي دي مش هتعلي عليها النار عشان تستوي براحتها، لان كميه الجلاش عاليه فيه. انا دخلته في الفرن الغاز طبعا من فوق ومن تحت عالي. اخدت ربع ساعه في الفرن، وانا طبعا قاعده والف في الصينيه كده. وبقى قبل ما اطلعها كنت مطلعاها وايه وعامله وماشيه على التخريط بتاعي عشان اعرف احدد خرطه الجلاش. طبعا بخرطه كده وبالله العظيم كان مولع نار، ما كنتش عارفه اصلا امسك على طول، لان طبعا الاكل لازم أن يتحط وهو سخن، فما كنتش عارفه اتحكم شويه يعني. انا ماسكه يعني عايزه اخلص كمان من الفيديو وتصويره، فكان سخن جامد على ايدي، فما كنتش عارفه اتحكم ولا يعني في الشويه دول ما كنتش عارفه اصور حلو زي ما كنت عايزه. ده يعني يا رب كده يكون فيديو النهارده عجبكم واستفدتوا منه. ده كان فيديو اليوم، آه يا رب يكون طلعتوا منه ولو بمعلومة صغيرة. أرجو إن انتوا تكونوا اتبسطتوا معايا واتسليتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.